بينما الناس كتفطر مع عائلتها، بينما الامهات والاباء كيفطروا مع والديهم. اليوم عندنا شباب خيرة هذا الوطن مضربون عن الطعام، يفطرون بالماء ويتصحرون بالماء. بالله عليكم، حنا كتوصل العشيه كيولي عالم بين الله سبحانه وتعالى، كنوبغي غنائم تيأذن. فرا اليوم الاخوان راه الحياه ديال هاد الناس هادو في خطر. راه اليوم غدا ولا بعد ولا فقدنا شي واحد الاخوان راه غتكون كارثه بكل مقاييس الاخوان. لذلك نناشد صاحب الجلاله الملك محمد السادس، اب جميع المغاربه، الاب الحنون، ان يتدخل من اجل حل ما يمكن حله، من اجل حل هذه الازمه، من اجل حل ما يمكن حله. وزير العدل سب المغاربه، اهانهم، قام بخروقات تستر عليها ولا احد استطاع ان يحاسبه. اليوم راه ما زلنا نقف وسنظل نقف من اجل الترافع على ملفنا المشروع والعادل. بصفتنا محامين الغد يجب ان ندافع على قضيتنا نحن الاولين، من ثم ان ندافع عليه. كيفاش انت ما تقدرش تدافع على القضيه ديالك وغدا ولا بعدو ستقف للترافع ومن اجل اعاده حقوق الناس المظلومين؟ اليوم نناشد صاحب الجلاله رجاء المغاربه بارطاجيو توصل صاحب الجلاله. راه كونوا على يقين لو كان صاحب الجلاله يعلم ما يقع، والله الذي لا اله الا هو سيتدخل في العاجل. نعلم جيدا ان صاحب الجلاله اب حنون لجميع المغاربه، وهو ما من مره تساءل لو كانت الاداره المغربيه تقوم بالمنوط اليها لما لجا شعبي الي واضاف انا فخور بلجوء شعبي الي، بمعنى الا ما نصفاتكمش الاداره جيو عندي يا شعبي. احنا اليوم نناشد صاحب الجلاله من اجل التدخل. راه الارواح راه ما بغينا، راه بالامس القريب واحد الفنان قام باحراق نفسه. احنا ما بغيناش نفقدوا شي واحد في هذا الوطن الحبيب.